ألذ وأنجح بسبوسة بمكونات اقتصادية كنحضروها غير بيضة وكاس سميد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة لينا تيوب أرحب بالجميع، وكذلك الناس الجداد اللي عاد انضموا للقناة مرحبا بهم. عليهم غير يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس على اختيار الكل باش يتوصلوا بجديد الفيديوهات. نتمنى تعجبكم البسبوسة بطريقتي، توصلوها لأكبر عدد من اللايكات وتشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء باش توصل لعدد كبير من الجمهور. وما تنسونيش من تعليقاتكم الزوينة اللي كتفرحوني بها، وندوزوا الفيديو مباشرة باش نتعرفوا على التفاصيل. بسم الله على بركة الله. في الأول قبل ما نبدا في تحضير البسبوسة ندهن المول أو القالب ديال الحلوى بالزبدة ونرشو بالسميد ونحطه في المجمد ونمشي نحضر البسبوسة. بسم الله على بركة الله. نبدا في تحضير البسبوسة. في الأول رشة ملح ونضيف عليها بيضة متوسطة بحرارة الغرفة. كنزيد نصف كأس سكر حبيبات أو سكر سنيدة، كاس العنبة، ونحرك المكونات مزيان حتى تنسجم مع بعضها وحتى يتغير لون الخليط ويتضاعف الحجم ديالو كما هو واضح قدامكم في الفيديو. كنستمر في التحريك وكنضيف نصف كأس زيت بمقياس كاس العنبة أو 75 ملي من الزيت النباتي، كنضيفه على شكل خيط وكنبقى نحرك باستمرار. الله يجازيكم بخير اخوتي اخواتاتي، ما تنسونيش في لايك لهاد البسبوسة اللذيذة والرائعة، وتشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي باش توصل لعدد كبير من الناس. من بعد نضيف نصف كاس حليب بحرارة الغرفة، ودائما المقياس بكاس العنبة أو بنفس كاس العنبة. كنبقى نحرك مزيان حتى تنسجم المكونات يولي عندي خليط واحد. هذه هي بسبوستي المعتمدة. مرة أخرى غادي نشاركها معاكم بحجم عائلي وبمقادير مضاعفة. ما كنتوقفش على التحريك نهائيا، التحريك دائما مستمر. من بعد كنضيف ملعقتين من الكوك أو جوز الهند، وهذه خطوة اختيارية يمكن لكم تستغناو عليها. بالنسبة لي كنضيفه لأنه كيعطي واحد اللذة والبنة زوينين بزاف بزاف. كنحرك مزيان حتى تنسجم المكونات. بالنسبة لإضافة الحليب اختيارية، يمكن لنا نستبدلوها بالياغورت أو الزبادي أو عصير البرتقال. المرة الجاية إن شاء الله نشاركها معكم كما قلت لكم في الأول بحجم عائلي وبعصير البرتقال. نضيف كيس فاني بنكهة زهرة البرتقال من صنف 7 غرام، يمكن لنا نستبدلوه بقشور البرتقال أو قشور الحامض المبشورة من طبيعة الحال، ونحرك مزيان حتى تنسجم المكونات. نضيف كاس فينو أو سميد ناعم، ماشي سميدة ديال الحرشة، نغربل هاد الكاس فينو في الغربال أو المنخال. والفينو كنسميوه بالدارجة المغربية القمح سبيسيال. نضيف خمارة وحدة، الكيس كيوزن 8 غرام، ونحرك مزيان المكونات حتى تنسجم مع بعضها. في الأخير نضيف ملعقة خل اللي يمكن استبدالها بملعقة عصير الحامض. والخل أو الحامض كيعطيو ارتفاع وهشاشة للبسبوسة، بالإضافة للمذاق اللي كيكون زوين بزاف. وكنخلط مزيان بالضراب اليدوي. شفتوا خوتي خواتاتي، غير بالضراب اليدوي كنحركو، ما كنحتاجو ضراب كهربائي، ما كنحتاجو عجانة، ما كنحتاجو حتى شي حاجة. هاد البسبوسة الناجحة بمكونات اقتصادية وبسيطة متوفرة في كل مطبخ. الاخر كنجيب المول او كناخذ المول اللي دهنت من قبل. دائما خاص المول يكون محضر من قبل، مدهون ومرشوش من قبل، باش غير نخلطوا الخليط نحطوه فيه، لان الفينو كيشرب بسرعه ماشي بحال الدقيق العادي. ونصبوا الخليط او نحطوه في القالب الحلوى ونعليو البول او الاناء اللي غادي نكبو منه خليط البسبوسه. هذه معلومة مهمة دائما خصنا نتبعوها. كنحط الخليط كله في المول أو قالب الحلوى،
وكنهزو نحركو باش ياخد شكل مساحة المول كلها، والطريقة راها واضحة قدامكم. من بعد نهز المول ونحطه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا باش نخرج منه الهواء. من بعد ندخل البسبوسه الفران اللي كان سخون من قبل حتى طيب ونخرجها. دخلتها الفرن كهربائي على 170 درجه، ومده الطهي كتختلف من فران لاخر حسب نوعيه الفرن، واش غازي او كهربائي، وكل واحد كيعرف قياس فرانه. وتحضير هاد البسبوسه السهله راه ما كياخذش بزاف ديال الوقت. ملي طابت البسبوسه خرجتها من الفران كما كتشوفوا محمره وطيبه كتشهي. يمكن لكم تخليوها هكا وتقدموها بهذا الشكل هذا بلا اضافات حسب الذوق، او تسقيوها بالسيرو اللي كتوجدوه من قبل. الا كان السيرو بارد تكون البسبوسه سخونه، او لا كان السيرو سخون تكون البسبوسه بارده. بالنسبه ليا ولعائلتي ما كنبغيوهاش حلوه بزاف، ما كنديرش ليها السيرو، غادي نخليها حتى تبرد عاد ندهنها بداك الشيء اللي متوفر عندي. ملي بردت البسبوسه خليتها في القالب ديالها حتى بردات، ودهنتها بالمربى ديال المشماش ديال الحلويات، وغادي نرشها بالكوك او جوز الهند. كما قلت لكم سابقا يمكن لكم تسقيوها حسب ذوقكم واختياركم، وتدهنوها حسب الذوق ديالكم، وترشوها بداك الشيء اللي متوفر عندكم في المطبخ ديالكم. ماشي ضروري تقيدوا بهذا الشيء اللي درت انا، دهنتها بالكونفيتير او المربى ورشيتها بالكوك او جوز الهند. غادي نقطع البسبوسه باش نتعرفوا على القوام. نتوما خليوها تاخذ وقتها حتى تبرد مزيان عاد قطعوها، ما ديروش بحالي لانني انا زربانه باش نشارك معكم القوام. راها كما كتشوفوا راه هشيشه كتفرتت كتذوب ذوبان. خاصكم تعطيوها وقتها حتى تبرد على خاطرها باش تجيكم النتيجه زوينه. شوفوا كي كتبان ذهبيه، وهذا الشيء راه تصوير غير على قد الحال، ماشي بالفلتر ماشي بالفوركي. شوفوا كي طيبه وزوينه كتشهي. نتمنى تعتمدوا طريقتي راها سهله بزاف، وتكتبوا لي في التعاليق كي جاتكم التجربه. انا متاكده انها غادي تعجبكم، لانه مستحيل تحضري هاد البسبوسه وما تعاوديهاش مرات ومرات. وفضلا وليس امرا ما تنسوش ليا لايك لهاد البسبوسه، وشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش توصل لعدد كبير من الجمهور. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الفيديو المقبل باذن الله عز وجل.